طارق بن زياد طبعاً وبكل تأكيد مغربي أمازيغي، وأكبر دليل مادي على ذلك والذي لا يمكن نفيه بردية قشتالية. البردية هي مخطوط كتب فوق الجلد أو الورق، تعود للقرن 11 معروضة في أحد متاحف إسبانية، ويتضح من خلالها صورة طارق بن زياد وهو يجلس إلى جنب ملك القوط ليوردريغو، وهما يتبادلان أطراف الحديث. وهذه كانت عادة الفاتحين في زمان الفتح الإسلامي، إذ كان لا بد لقائد الجيش الذي فتح الأرض الجلوس مع كبار قوم تلك الأرض حتى يطمئنهم أنه لن يفرض عليهم دخول الإسلام حتى يختاروا ذلك بإرادتهم، وأن عليهم دفع الجزية لبيت مال المسلمين، وأن من دخل الإسلام وجبت عليه الزكاة، وأن بيوت العبادات لها قدسية فلا تمس الكنائس ولا تغير هويتها. تحت الصورة في البردي يوجد نص إسباني قسم إلى قسمين أيمن وأيسر. في القسم الأيسر توجد جملة كتبت بالإسبانية: بينو دي أفريكا تارك الريو دل موا موملون ري دي مارويكوس تو موي جراندس بوديرس دوموروس. ترجمة الجملة: زعيم أفريقيا طارق أمير المؤمنين ملك المغرب، ووصوله مع جيش عظيم من المغاربة.